الوجود لفظ يجمع كل ما ندركه وما لا ندركه. هو كل شيء حولنا وداخلنا وما فوقنا وما نجهله. في الفلسفة يتساءل الفيلسوف: هل الوجود حقيقي أم وهم؟ هل هو مادة أم معنى؟ هل نحن موجودون لأننا نفكر أم لأننا نحس ونعمل؟ قال بعضهم إن الوجود مطلق لا يرتبط بالإدراك البشري، وقال آخرون بل الإدراك هو ما يثبت الوجود ويعطيه قيمته. فإذا غاب المدرك فما معنى أن يكون هناك وجود؟ الوجود في ظاهره بسيط وفي باطنه عميق وغامض. نحن ندرك الأشياء ونسميها ونصنفها، وننسى أنها قد تكون أكثر مما نظن، وننسى أن نقاط ضعفنا في الإدراك تجعل نظرتنا إلى العالم قاصرة. الوجود لا يقتصر على الحياة والمادة، فالمعاني والأفكار والمثل العليا كلها أوجه للوجود. وكم من شيء لا يمكن أن نلمسه ولا أن نراه ولكنه يؤثر فينا. فإذا كان الوجود يشمل كل ما هو حقيقي أو متصور، فما العدم إذن؟ هل هو غياب الكينونة أم هو وجه آخر للوجود نحن لا ندركه؟ الوجود يحمل في جوفه السؤال والإجابة والصراع بينهما، والبشر موجودون فيه يسعون لفهمه وتفسيره والبوح به. وكلما تقدموا في العلم والفهم زاد غموضه واتسع سؤاله. الوجود نعمة وسر ورحلة لا تنتهي، ولعل أجمل ما فيه أنه يعطينا الفرصة لنسأل من نحن وما نريد وإلى أين نذهب.